يا مساء الفل. عندنا بقى ايه الحمام الكداب القمر ده؟ طبعا هو ما بيبطلش كدب، طول النهار بيكدب يعني. قد ايه جميل، رغم اللي وراك صغيرة مش كبيرة، بس يعني بصراحة جميل جدا. والرز طبعا بيمليه بيخليه حلو جدا. طبعا احنا عاملين الفيديو ده على فرختين اهم. انا مقسماهم فرختين صدور ووراك وهنعمل منهم الفرختين دول 3 اكلات، يعني على 3 مرات، ومن ضمنهم مرة كمان فيها مرقة لو عايزة تحشي محشي، لو عايزة تعملي بيها اي حاجة. فده برضك الفيديو ده بيعلمنا حوار التوفير، ان انا برضك اوفر في الغلا اللي احنا فيه ده. وهجيب لكم هنا طريقة خلي الوراك، ان احنا نخلي الوراك علشان نعمل بيه الحمام الكداب. فهنيجي بقى من على الطرف هنا كده، ونبتدي ان احنا نخليه واحدة واحدة. وانا قبلها كنت محمية السكينة طبعا. فواحدة واحدة كده هنحاول ان احنا نفك الدنيا دي، بحيث ان احنا ما نبقيش لحم، ما نهدرش لحم كتير في العظم. تمام. هخلي هنا واحدة واحدة معاكم، وهناخد اللي وراك وهعرفكم برضك طريقة خلي الصدر. هي سهل جدا الصدر، هو الورك هو اللي شوية صعب. اهم حاجة في الخطوات دي ان احنا نحافظ على الجلد، يعني انا ولا هسلخ الجلد ولا هشيله ولا اي حاجة. انا هحتفظ بالجلد على اللحمة بتاعة الفراخ. وهاخدها واحدة واحدة، امشي بالسكينة لغاية ما ايه، نفض العظم كله من اللحمة، واحتفظ باللحمة مع بعضها في نسيج واحد، بحيث ان انا ما فرفتهاش كمان، تبقى ايدي حساسة معاها، السكينة تبقى حساسة معايا. يمكن انا مش مقربة كمان التليفون لان انا حطاه على الستاند فهو بعيد، فيمكن انتوا مش ملمين بالموضوع قد كده، بس بحاول ايه اوريكم بس طريقة خليها، لان ناس كتير بتجيبها جاهزة ما بيخلوهاش. وانا مرة جبتها جاهزة، حسيت ان هي ايه ما فيهاش خير بصراحة، يعني كمان ايه واخدين لحم من الورك. فبصراحة لا، انا لما بخليها انا بايدي بلاقي خير كتير، لان بجيب الفرخة انا بستفاد بالشوربة بتاعة عظمها، وباخد اقسم الوراك واقسم الصدور اذا كنت هعمل منه شيش او هعمل منه آه آه بتاع ده شاورما. اي حاجة انا هعمل بيه اي حاجة، بس بتدي خير معايا اكتر من اني بجيب الحاجة كده من بره جاهز. اديني باخد اهو قصادكم واحدة واحدة، وبمسك اللحم كله بشده بايدي واسلخه عن العظم، لغاية ما باخد الدبوس بقى واخليه كده من القرقوشة بتاعته، عشان ما اسيبش فيه القرقوشة. زي ما انتوا شايفين كده، اظن واضحة شوية معانا. وبشيل الجلد بحيث ان انا ما اقربش السكينة من الجلد، عشان الجلد عندي اهم حاجة، هو اللي بيديله الهيئة والشكل بتاع ايه الحمامة. زائد ان هو بيديلها طعم تحفة، يعني اصلا الجلد لما بيتحمر ويتشوي بيديله طعم حلو جدا. ف... فهنا همشي واحدة واحدة كده، وهناخد معانا الوراك والصدور نحشيهم، وهنقسم معايا الفرختين، وهنشوف تقسيمها ازاي. انا مش عايزه اسبق الاحداث قصادكم، بس انا قربت اخلص الورك اهو قصادكم حبه حبه. انا ما بحاول ان انا ما اسرعش ليه، عشان ما سيبش في العظم لحمه، يعني انا اولى ان انا اخد اللحم ده كله في الوجبه عندي بتاعه الحمام الكداب ده. بس كده قربنا نخلص، بس اهم حاجه الحته بتاعه القرقوشه دي بشيل منها بس اللحمه، وما اسيبش فيها قرقوشه، عشان اللي بياكل لو حد يعني ياكلوا الحمامه دي ما فيهاش عظم ولا فيها قرقوشه ولا فيها اي حاجه، تبقى جاهزه معاهم وتبقى حلوه معاهم كده. ادينا قربنا نخلص اهو. كده بقى هشد لحمه الدبوس كله لتحت، كله لتحت، بصوا بقى. واقوم جايبه الحته العصعوصه بتاعت اخر حته دبوس دي، واقوم واخداها بالسكينه كده ومتكيه عليها قطماها، عشان دي الحته اللي اكنها هتبقى راس الحمامه عندي. واخدين بالكم معايا؟ وهلملم بقى العظم كله كده، واحاول ان انا احط الجلد عليه.
طبعا انا وقت ما هشتغل هفرد الدنيا دي اكتر من كده، يعني هفرد اوزع اللحم كله، وهسيب العظم ده هعمل منه شوربة. يعني بصوا العظم ده مش هيترمي، انا هعمل منه شوربة هتطلع اجدع شوربة. ممكن تعمليها على المحشي، ممكن تعمليها على ملوخية، ممكن تستفيدي بيها باي طبيخ او اي حاجة انت وقتها ما عندكيش لحمة او فراخ. يبقى الشوربة بتاعتك جاهزة، وان انت عاملة الحاجة بتاعتك على مرقة. وقت انت هتعملي فيه المحشي وهتعملي جنبيه شيش او حاجة مشوية، انت محتاجة لشوربة، يبقى ساعتها هطلع العظم ده هعمل منه احلى شوربة. بجد بتبقى دسمة وجميلة، واحلى شوربة بتاخديها من العظم على فكرة، سواء عظم لحمة او عظم فراخ، احلى حاجة. هنا بصوا منظر الحمامة بقى بعد ما تتحشي هتبقى منظرها كده. بس وقت ما اجي اعملها طبعا انا هوزع اللحم اكتر من كده وافرده، مش هيبقى كمان بالمنظر ده. انا بس هنا بجهزه بحيث ان انا اخلي كله واتبل واسيبها يوم في التلاجة كامل. يعني انا هجهز الليلة اللي انا بعملها دي واخلي. اهم حاجة عندي الجلد اهو، انا بوريكم لقطة الجلد دي ان انا بحتفظ بالجلد عليها. واخد كل اللي انا هخليه ده واحد واحد كده، واحطه في اي بولة عندي. وانا بكون مجهزه خلطه البصل بفلفل بهريسه بفلفل قرن فلفل شطه، بالتوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها، وبالاخص توابل السبع بهارات، والتوابل اللي بتحب الفراخ، اللي هم بيبقى كاري كركم، طبعا نسب كلها قد بعضها وبسيطه. حبه قرفه عشان الزفاره، ال- الملح، الفلفل الأسمر، البهارات السبعة، بحط ورقة لورا وورقتين لورا وحبهان. كل ده بضربه في الخلاط مع طماطمايه، فلفل وبصل وطماطم، والبهارات بتاعتي دي كلها في الخلاط، وبحطه في اكياس وبحطه عندي في الفريزر يبقى جاهز. وقت ما اجيب اي فراخ انا عايزه اتبلها بقوم حاطه عليها الخلطه دي. ادي عندي الصدر كده انا خليته كده، الصدر جاهز معايا. بس هبتدي ان انا افكك بقى اللحم بتاعه ده وافرده. اديني طلعت اللي هي الحته الاولانيه دي اللي هي زي اكنها لسان كده بتاعه الصدر دي، هلمها معاه برضك وقت ما اجي الفه. وهبتدي ان انا بقى ايه افرد الصدر عندي بحيث ان هو إيه لما اجي احشيه يبقى عامل زي برضك الحمامية كده، ويبقى كمان ما ياخدش سوا معايا كتير في الفرن، لان انا هشويه، انا مش هسلقه طبعا، ما بحبش مسلوق، فانا هشويه في الفرن. فانا بفرد اللحم معايا اهو، وباجي على الحتت التخينه من النساير ذات نفسها وافردها، بحيث ان انا لما احط في قلبها الرز الم على طول على بعضه داير ما يدور، وتبقى عندي ملمومه. بس كده اعتبر كده جهزته، والجلد عليه اهو. وطبعا الحته اللي هي بتاعه الصدر برضك، اللي حتى لو حته اتفكت منه انت بتاخديها تحطيها على الرز وتلميها معاه وبنلمها ساعتها اهي. عندي طريقه خلي الصدر اهو، يبقى انتوا كده عرفتوا معايا طريقه خلي الورك والصدر، وهكمل كله بنفس الطريقه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. طلعنا هنا من الفرختين فراخ شيش عملتها بانيه. وهنا دي عندي تتبيله البصل اللي قلتلكوا عليها، اللي هي البصل بالهريسه بالفلفل بالطماطم بالتوابل بتاعتي كلها اللي انت بتحبيها. وقسمنا هنا لفراخ شيش او فراخ بانيه زي ما تحبي اعملي، بس انا عملتها شيش. قلبت طبعا لما بنزلها من الفريزر، بصوا بتبقى سهله الفك. يعني انا بنزلها بسيبها على الصدور بتاعه الفراخ دي، انا عاملاها بانيه او شيش، بس انا هعملها شيش. انت عايزه تعمليها شاورما، عايزه تعمليها بانيه، زي ما تحبي. انا مدياكي فكره ان انت ازاي تستغلي فرختين في كذا اكله. فهنا انا هتلاقي عندك البصل ده بيتفرفط كده، يعني انت بتفكيه بايدك كده وتسيبي كل ده يوم في التلاجة. يعني انت هتشتغلي بيه مثلا لو نفترض بكره، يبقى من النهارده اكون مجهزاه وسايباه في التلاجة. هنا عندي بعد ما خليت الحمام الكداب والعظم برضك نزلت عليه نفس الخلطة التتبيلة بتاعة البصل بالطماطم بالفلفل الألوان بالهريسة بكل حاجة، وهسيبها فيه يوم. برضك هشتغل فيها بكرة، هنقعه من النهاردة. تمام معايا؟ هنا بقى هعمل الرز اللي انا هحشي بيه الحمام الكداب. الرز بقى عامل زي رز الكبسة كده، بس بحط عليه قرفة وكركم أو كاري وقرفة خشب وليمون واللي هو القرنفل، وورق لورا وحبهان، التوابل اللي انت بتحبيها جوه الرز بتاعك.
بس انا اهم حاجه في الرز ده عندي بيعتمد على القرفه، والقرفه البودر والقرفه الخشب كمان، مش بكتفي بالبودر، واللي هي واحدة الليمون دي. وبحط الرز عندي، ما بكونش نقعاه ولا اي حاجة، بجيب الرز واحطه واساوي كده، واحط الملح بتاعي او المرقة، لو مرقة دجاج بتبقى حلوة قوي، وتحطيه يختم معاكي الرز، بيبقى جاهز هنا. فردت معايا الدبوس، وابتديت ان انا احشي عندي الرز. طبعا الرز مش بسويه سوا كامل، انا باخده نص سوا، يعني يا دوبك الميه بس تنشف من عليه، مش بتوطي وتسيبيه على ميه على نار هاديه زي اكنك هتخلصيه وتاكلي رز، لا، هو هنا لسه هياخد سوا تاني. فبالتالي يا دوبك الميه هتتشرب من عليه، ومش بحط ميه كتير عشان الرز يبقى نص سوا. وباخده بظبط عليه الورك اللي انتوا شايفينه كده، وابتدي ان انا اساوي اللحمه مع الرز، بحيث ان هي ما يبقاش الرز خارج او طالع بره الورك عندي، لا، يبقى في نفس المستوى، واكون لفه عليه الورك كويس كده، ويبقى لامم نفسه معايا. هكون مجهزه معايا دباره كده او فتله او اي حاجه زي ما انت عايزه. هلملم الدنيا الاول كده واظبطها معايا، بحيث ان هو يبقى زي اكنه شكل الحمامية بالظبط. واهم حاجة الجلد عندي بلمه، لو نفترض حتة مش جاية عليها لحمة بلم الجلد عليها، وباخده حتة كوكو نزلت منها باخدها واركبها برضك في الحتت الفاضية، يعني شوية شوية بلملمه. وهجيب الدبارة بتاعت اللف بقى، واحاول ان انا اكبسه لتحت معايا، يعني اكبسه لغاية اخر حتة العظمة اللي معايا دي، طبعا كله مخلي ومتشال منه القراقيش وكل حاجة. هبتدي اجيب بقى الدبارة معايا، اللي هي دبارة او فتلة او اي حاجة، بس دي فتلة سميكة شوية، والف بيها بقى الفراخ كويس. طيب لو نفترض ان انا ما لفتش اللفة دي بالفراخ، بتفتح معايا في الفرن، يعني انا لو ما لفتهاش هتفتح معايا. فطبعا انا حطيتها في الفرن وجمعت كله مع بعضه، وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا ما قصيتش لسه الدبارة من عليه ولا كده، بس صورت لكم على طول. بس بصراحة احلى اكلة والذ اكلة، وعملت معاها بدنجان مخلل كمان عشان يفتح النفس، وكنت عاملة معاها ملوخية كمان، بس خلي الملوخية في يوم تاني لوحدها. بس بصراحة اكلة روعة جدا جدا جدا، ويا رب يعجبكم الفيديو.